كان في ضابط جيش روسي اسمه ريابوفيتش، قصير نحيل ظهره محني ونضارته اكبر من وشه. راجل خجول جدا ما بيحبش يكلم الناس وخاصة الستات. وفي يوم كانت الكتيبة بتاعته كلها معزومة في قصر تاجر غني، مزيكا ورقص وأكل وضحك، وهو واقف في الكورنر مفيش حد بيكلمه ولا هو بيكلم حد، واقف مخشب كأنه عسكري الدورية. زهق، قرر يتمشى شوية في القصر وبيفتح باب بالغلط يدخل أوضة ضلمة. وفجأة وسط الضلمة ديت ست تقرب منه، تحط ايديها على كتفه وتحضنه وتبوسه بوسه سريعه، وبعد كده تصرخ تقول له اسفه اسفه وتطلع تجري وتختفي. يقف هو مش عارف ياخد نفسه، قلبه بيدق بسرعه وحاطط ايده على وشه. يرجع الحفله كانه اتولد من جديد. كل حاجه بقى ليها طعم مختلف، المزيكا احلى، الناس الطف، الاكل طعمه جميل، والاضواء حس بيها انها اضواء روعه. ايه ده؟ يروح بيته يفضل يعيد المشهد في دماغه 100 مرة، يحلم بيه. يا ترى الست دي كانت مين؟ يا ترى كانت قصداني أنا؟ يمكن كانت مستنياني، يمكن في واحدة بتحبني. يصحى تاني يوم وحاسس بسعادة رهيبة، في طعم لذة غريب في الحياة، في سكر كده في بقه. يمشي في الشارع يشوف الورد عايز يقف ويشمه، يشوف الستات معدية مش خايف منهم ولا خجلان، لا ده عايز يقرب منهم ويكلمهم. وكأنه البوسة ديت فتحت جواه حياة، فتحت قلبه لعالم جديد ما كانش يعرفه. وكأن تشخف عايز يقول لنا إنه في ناس شرارة صغيرة ممكن تشعل جواهم حياة كانت مطفية، حتى لو الشرارة دي كانت بوسة بالغلط.